رجل أعمال ملياردير قطع ورقة نقد نصين عن قصد وادى نصها بس لراجل فقير. لما شاف الحيرة في عيون الراجل قال له: طول ما انت ماشي ورايا هتاخد النص التاني. الراجل افتكرها هزار، بس من كتر الجوع ما كانش قدامه حل غير انه يقوم يمشي وراه من غير ما يعرف ان دي كانت اختبار من الملياردير. نص الورقة ده كان على وشك يغير مستقبله كله. في اللحظة دي الملياردير شغل العربية ومشي، فخلى الراجل يحس انه بيتسلى بيه، بس عشان يملأ بطنه بلع كرامته وكمل وراه. الصبر ده خلى الملياردير يتمادى اكتر، كان خلاص قرب يستسلم، لولا ان الملياردير ناداله فجأة التاني وقال له ان الفلوس دي تقدر تجيب بيتزا كتير. الكلمتين دول كانوا زي السحر، خلوه يقف مكانه لحظة رغم انه كان متأكد ان الراجل بيلعب بيه. نص الورقة اللي على شباك العربية خلاه يفكر في الاكل غصب عنه، ومن غير ما يحس لقى نفسه بيتحرك تاني. في اللحظة دي الملياردير كان زي صياد معلقه في السنارة وهو بيجري ناحية حياة جديدة. بعد شوية وصلوا باركينج مطعم. اول ما العربية وقفت الملياردير خد نص الورقة منه الاول، وده خلاه يتعصب ويحس انه اضحوكة. بعدين فتح الشنطة وقال له: لو دخلت الصندوق ده جوه المطعم ساعتها تاخد نص الورقة. في الاول الراجل كان عايز يرفض، بس لما افتكر المشوار والتعب اللي عمله ملقاش نفسه غير وهو رايح ناحية الصندوق. الجري سحب كل طاقته، لكن الملياردير ما كانش فارق معاه. قالوا: بس لما تخلص خد اجرك من مدير المطعم، وبعدها خد نص الورقة ومشي بالعربية. الراجل كان تايه ومكسور بس برضه مش عايز يستسلم. وفجأة 2 فقراء تانيين ادوه فكرة، جري عليهم وقلد اللي شافه من شوية. بعد ما حكى لهم اللي حصل قطع نص الورقة اللي معاه نصين تاني على امل يساعدوه بنفس الطريقة، وفعلا الموضوع شدهم ونجحوا يدخلوا الصندوق جوه المطعم.